السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دودو في البيت. لو اول مرة تشوفي قناتي اعملي اشتراك وفعلي جرس الكل عشان يوصلك كل جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم الرز المصري بالكركم اهو، جميل جدا وطعمه حلو ويعجبكم ان شاء الله اهو يا حبايبي. ان شاء الله يعجبكم تجربوه. يلا بقى بنشوف الطريقة والمكونات ايه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يلا بينا يلا بينا. هنا معايا كده كيلو رز مصري اهو مغسول ومصفياه، ومعايا بصلايه مبشوره اهي، ومعايا معلقه كاري كبيره، ورقتين راولي، ليمونه مجففه، عود قرفه، ربع معلقه كاري، نص معلقه فلفل اسمر صغيره، وربع معلقه كاري صغيره، ده كله صغير. يلا بينا بقى كده على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله. بصوا هنحط هنا زيت. انت عايزه تحطي زيت على سمنه براحتك، عايزه تحطي سمنه برضك براحتك يا حبيبي. اهو هننزل بالبصلايه نخلي البصلايه تدبل تصفر بس، ما نخليهاش تحمر او تغمق مننا، هي بس ايه تبقى صفرة بس. كده يا حبايبي كده اهي البصلايه دبلت معانا كده اهو. نحط بقى التوابل اللي احنا قلنا عليها كده كلها، انا بحب احطها كده البصله تلف عشان تدي ريحه حلوه وطعم للرز يا حبايبي. نقلبها بس تقلبتين كده يا حبايبي كده اهو. التوابل ايه ابتدت مع البصله، ننزل بالرز كده نقلبه حلو معاها. بصوا يا حبايبي كده اهو، بصوا اصفر ازاي اهو. لسه بنحط عليه بردك العقد بتاعه. ونحط بقى العقد الملح بتاعه كده على قد الرز، ونحط الملح، ونحط الميه بقى العقد بتاعها كده اهو اهو يا حبايبي. كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ميه قدامها، لكن البسمتي كوبايه الرز البسمتي بتاخد 2 كوبايه ميه اهو اهو حبايبي. نعلق عليها بقى كده نغطيها ونسيبها تستوي. بصوا يا حبايبي كده الرز اهو خلص. نقلبه بقى كده، بصوا اصفر ازاي وحلو جميل، واخد لون اصفر جميل تحفه بصراحه. بصوا يلا بقى نبقى نغرفه معاكم كده، هوريهولكم بعد ما نغرفه يا حبايبي. كده احنا خلصنا اهو الرز المصري بالكركم اهو. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. والله يا بنات ريحته حلوه وطعمه جميل جدا اهو. جربوه ان شاء الله يعجبكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.